السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الفطير المشلتت للمبتدئين، اللي نقول يعني اللي لسه متجوزين جداد ما بيعرفوش يعملوه بطريقة سهلة جدا. ده 2 كيلو دقيق، حسب الدقيق حسب الكمية اللي انت عايزاها. انا عملت 2 كيلو دقيق، هيعملوا معايا في حدود 4 فطاير كبار حلوين. هنحط عليهم معلقة صغيرة ملح. العجينة بتاعة الفطير المشلتت يا جماعة هو دقيق وذرة ملح ومية، ولازم تبقى العجينة طرية طرية كده، يعني فيها نسبة تلزيق بسيطة عشان خاطر تديكي نتيجة كويسة. لو جربتي الطريقة دي زي ما قلنا المبتدئين اللي لسه العروسة جدا مش بتعرف تعمله، أي حد مش بيعرف يعمل فطير، ده أسهل طريقة للفطير. هي هتاخد وقت، بس هتاخدي حاجة نظيفة، انتي ضامنة السمن بتاعها وضامنة النظافة. بره مش بيعملوه بسمنة، بيعملوه بزيوت غريبة الله أعلم بمصدرها. أنا هنا حطيت المية يا جماعة حسب ما العجينة هتاخد منك، عشان كل دقيق بيبقى مختلف عن التاني. المهم ان احنا نخلي العجينة زي ما هتشوفوها دلوقتي. بعد ما تتعجن بقى، بعد ما الدقيق يتشرب بالمية بالمنظر ده، هنفضل نعجن فيه ما لا يقل عن ربع ساعة، من 10 دقايق لربع ساعة، لحد ما تبقى العجينة بالشكل اللي قدامكم ده. العجينة زي ما قلنا تبقى طرية ملزقة كده، فيها نسبة تلزيق بسيطة. هتجيب بقى صينية و... وندهنها زيت، ودهني ايدك زيت بقى وايه وشكليها. انا زي ما قلت لكم المقدار ده عمل 4 فطاير كبار. اول حاجة انا هعمل 4 كور كبار، دول هيبقوا اخر طبقة هحطها في كل فطيرة، اللي هي الطبقة الكبيرة دي. وهعملهم بقى بعد كده احجام متدرجة، يعني اول طبقة هتبقى كورة صغننة كده، وهكذا. انا هعملهم 10 طبقات، يعني 10 كل فطيرة هعملها 10 كور من دي. اهي كوري بقى، انا بكور الكبار اهم. زي ما قلت لكم نجاح الفطير انك تعجنيه بعد طبعا ما يبقى الدقيق بقى يتشرب من الميه، زي ما قلنا ما لا يقل عن ربع ساعة، من 10 دقايق لربع ساعة. لو في العجان كفاية 10 دقايق، لو بإيدك هيبقى ربع ساعة. لازم يتعجن كويس ويرتاح. احنا بعد ما نقطعه كده هنغطيه وهنسيبه يرتاح ما لا يقل عن ساعة، عشان ما يتعبكيش ويديكي نتيجة كويسة. كل ما ريحتي العجينة كل ما العجينة اتفردت في ايدك وبقت مورقة وحلوة. بصي العجينة ملزقة ازاي، أنا عشان كده بدهن ايدي زيت. انا عملت ال4 كبار، هعمل اللي بعديهم اصغر وهكذا، لان انا هدخل كل واحدة في التانية. يعني انا هتشوفوا دلوقتي هنفرد كورة كورة من دول، وبعد ما نفردها هنطبقها ونحط فيها واحدة تانية وهكذا. فعشان كده دول هيبقوا أكبر حاجة. أنا هنا صغرت بقى من أول هنا أهي بالشكل ده. هو صحيح هياخد منك مجهود ووقت، بس هتاكلي حاجة نظيفة زي ما قلت لكم، ضامنة كل حاجة فيها، وفي نفس الوقت موفرة. أهو أنا عملتهم كلهم أهم. هسيبهم بقى أغطيهم وأسيبهم يرتاحوا زي ما قلنا ساعة، وبعدين أبدأ أشتغل فيهم. هبدأ بقى أنا دلوقتي أشتغل فيهم. هجيب بقى سمنة على زبدة متسيحة، يعني متفككة كده، عشان أعرف أخدها وأدهن بيها الرخامة والعجين. طبعا الرخامة مغسولة ومتصبنة كويس ومتنشفة. هاخد بقى من المقاسات الصغيرة، هاخد بقى كده وافرد، وبإيدي أبل إيدي بالسمن وافرد. هو اما بتبلي ايدك بالسمنه وتفردي، هو ده بقى التوريقه بتاعت الفطير بتيجي من هنا. افردي بقى. اول واحده دي تطلع صغيره زي ما قلنا، اتقطعت منك مفيش اي مشكله، لان كل ده بيتطبق
وبيدخل في الطبقة اللي بعدها وهكذا. افردي كده بطرف ايدك، ولا نشابة ولا اي حاجة. السمنة على الزبدة يا جماعة بتخلي الفطيرة طرية، بتخلي اللقمة بتاعتها كده طرية وحلوة، متبقاش ناشفة. بلي بقى، وانتي برضو بتتني كده، تمسكي برضو حبة سمنة بإيدك وتبلي بيها العجينة كلها، وتطبقي بالشكل ده. طبقيها بشكل المربع كده، وحطي دي على جنب، وخدي واحدة غيرها. هناخد دي أول طبقة اهي، هنبتدي في تاني طبقة. افردي كده بإيدك الاتنين، سهلة جدا يا جماعة، مفيهاش حاجة. أنا عن نفسي محب الشغل النشابة خالص، بيتعب ايدي، فانا شايفه ان ده بايدك كده اسهل مليون مره من النشاب. اتقطعت برضو زي ما قلت لكم، عادي خالص. اهي بالراحه بقى كده عليها، واحده واحده. هتجيبي بقى الاولانيه وتحطيها، وتطبقي عليها بنفس الطريقه، وهكذا. تعدي بقى لحد ما يبقوا 10 طبقات، لحد ما يبقوا 10 كور. عملتي ال10 كور بقى، الأخيرة بقى اللي هي الكبيرة، تبقى في كل ما بتحطي بقى طبق، بتلاقي العجينة تكبر في ايدك. عايزاها يعني اقل من كده، تبقى صغيرة. انا عاملاها في الصينية الكبيرة، هتشوفوها دلوقتي، فطلع فطيرة كبيرة حلوة. انا هعمل معاكم الطبقة دي، وبعد كده هكمل انا واوريكم بس الطبقة الأخيرة. اهي اللي بصوا بتاخد وتدي معاكي العجينة اهي. ادهني بالشكل ده برضو. تاخدي الطبقة دي كده، الطبقة التالتة، وطبقي بقى بالشكل ده. بس كده اهو، خلاص. هكمل انا بقى، وبعدين هبقى ارجع لكم. هكمل بقى بقية الطبقات انا، ال7 اللي فاضلين، وهسيب على اخر واحدة اهي. اخر واحدة اهي، اللي هي عجينة من الكبار، فردتها اهي برضو بنفس الطريقة، وخدت سمن وفضلت ادهن فيه كده بالشكل ده. وهجيب بقى التسع طبقات اللي قبلها، واحطهم بقى. هتشوفوها دلوقتي، العجينة بسم الله ما شاء الله كبرت، وبقت بصوا هتبقى فطيرة كبيرة حلوة. ادهني بقى اهي، بصوا بقت قد ايه. اتني بقى كده الاطراف بتاعتها، ودهني سمنه. اتني ودهني سمنه. وهنشيلها في الصينيه، ونسيبها برضو ترتاح على الاقل نص ساعه، عشان خاطر تقدري تفرديها في الصينيه. لانك لو خدتيها كده مش هتعرفي تفرديها خالص. هتلاقيها كل ما تفردي ترجع تاني. فانتي هتحطيها في الصينيه بالشكل ده دلوقتي زي ما انا ما هحط، وهسيبها. هعمل فطيره غيرها، وابقى ارجع لها هي، ابقى افردها. اهو بصوا كده، هحطها واسيبها ترتاح نص ساعة، ساعة الا ربع، لحد ما اخلص الباقيين. انا لحد ما خلصت بقية الفطاير التلاتة التانيين. سبت انا خلصت كله، ومسحت الرخامة، وهبدأ بقى افرد واحدة واحدة. اهي دي اول واحدة اللي كانت في ايدي، اللي انا كنت شغالة فيها معاكم. بصوا تفردي كده واحدة واحدة، هتلاقيها اتفردت طالما سبتيها ترتاح. يبقى اهم حاجة في الفطير المشلتت، العجينة تبقى عجينة طرية. تاني حاجة تسيبي العجينة ترتاح قبل ما تبدأي ان انت تبططي في الفطيرة، اللي هي الطبقات بتاعتها، او تورقيها بمعنى اصح. وبعد ما تعملي الطبقات بتاعتها كلها، تحطيها في الصينية وتسيبيها برضه ترتاح. بصي لما سبتيها ترتاح وبالراحة كده، واحدة واحدة، اتفردت في ثواني. وانتي بتفردي برضه بتاخدي في ايدك حبة سمن. طبعا السمن كتير، بس هو الفطير المشلتت هو كده.
بس كملي بقى كده. وفي الاخر بقى عشان ناخد وش حلو، هنجيب بقى حتة قشطة كده من وش اللبن، بإيدك كده تدهني الوش كله. بتدي طبعا تست حلو قوي وريحة روعة، وبتدي طبعا لون حلو قوي. يعني انا دي اكتر واحدة عملت فيها كترت فيها القشطة، الباقيين ما كترتش قوي عشان كمية السمنة اللي موجودة. كل دي سمنة بلدي بس. عامة يا جماعة السمنة البلدي ما بتضرش ولا حاجة، ده كل دي إشاعات. اللي بيضر الدهون، اللي بيضر اللي هي الدهون المهدرجة والكلام الفاضي ده كله. افردي بقى كده الوش كله افردي عليه القشطة. وفي الأثناء دي بقى هكون مشغلة الفرن على أعلى درجة عندك. أنا بالنسبة لي زي ما احنا عارفين أنا مشغلة الفرن فوق وتحت عشان الفرن كهربا، وحطها من قريبة من الطبقة اللي تحت، قريبة من الشعلة اللي تحت اهي. خرجت غطيها على طول عشان خاطر تطرى. اهو من الاربع فطاير يا جماعة كبار. الاولانية دي اللي كانت مليانة قشطة اهي بصوا، وطري جدا وفي منتهى الجمال مورقين. بس انا للأسف الشديد لما جيت اقطع عشان اوريكم كان النور قطع، معرفتش اقطعها، معرفتش اصور يعني الجزء ده. وكنا كلنا بقى خلاص بقى النور قطع، قعدنا كلنا وما صورتش الجزء ان انا اوريكم ازاي مورقه جميله جدا ومورقه وطعم وريحه فوق الوصف. جربي الفطير المشلتت بطريقتي، حتى لو ما بتعرفيش تعمليه هتعمليه بالطريقه دي. لو اتبعتي الخطوات دي هتعمليه بطريقه ناجحه. قدمت معاه جبنه قديمه، هرستها كده بشويه طحينه وعسل وطحينه وجبن وحلاوه والشوكولاته القابله للدهن، عشان الولاد بيحبوا يحطوا برضو الحاجات دي مع الفطير. كل اللي عندك هيليق عليه وموجود في البيت حطيه. هينفع فطار، هينفع عشاء. حاجة جميلة ونظيفة، وولادك هيفرحوا بيها لأنك انت اللي عاملاها. طالما انت اللي عاملاها تعمليها غير اما تجيبيها من الشارع. محافظة على نظافة كل حاجة وعلى كل المعايير اللي فيها الأمان، ما فيهوش أي حاجة مضرة. جربي الفطير المشلتت بطريقتي، هتبقي محترفة فيه. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب.